حسن سنيني رئيس العصبه ديال الدار البيضاء. اليوم حنا في عين حروده بصدد الجمع العام العادي والغير العادي ديال العصبه. كاين مجموعه ديال الحويجات اللي دازوا في الجمع العام، كاين انسحاب ديال السيد الممثل ديال الجامعه، وواحد 3 ولا 4 الانديه اللي انسحبوا على حساب المراج في الجمع العام. حسن سنيني كلمه في السياق. نوضح واحد المساله. الاخوان احتجوا بشده على تاجيل ديال الجمع العام. هي راه مساله قانونيه. مني كيبان لك بانه ظروف ديال عقد الجمع العام غير متوفره، فاجلت الجمع العام الاول، لانه كان كون حضرنا الجمع العام كان غادي تكون ما يكونش هذا التماسك وهذا القرار الشجاع اللي خداوه الانديه اليوم الاغلبيه اصرت على انه نخرجوا من هذه الورطه هذه. الجمع العام الاول والجمع العام الثاني تاجلوا. لماذا؟ لانه ما كانش ديك الشروط ديال التوفير ديال هذا. انا تاسفت للانسحاب ديال ممثل الجامعه. اما الانديه اللي انسحبت لو كان عندها اغلبيه كانت تدوز لصناديق الاقتراع، لان هذه القمه ديال الديمقراطيه. كاين ترشيحات، كاين صندوق الاقتراع، وكتبقى الكلمه للانديه. اليوم انا متفائل. علاش؟ لانه الوجوه الشابه اللي كانت حاضره قدامنا كرؤساء انديه واللي كتعطي كتنتج وكتشارك طيله الموسم وكاينه في سبوره الترتيب، هي اللي خدات القرار اليوم، بغض النظر على واش كاين زيد ولا كاين عمر. فكيظهر لي بانه الجامعه تمتثل القرار ديال التوافق وديال الاغلبيه، لانه الجامعه ما يمكنش تمشي مع 4 الانديه. حيث ولو انه اليوم انا اللي خرجت به بصراحه وكنفتخر الى هاد الناس انتخبوني، هو راه غير تكليف، ولكن تنفتخر. لماذا؟ لانه واخا نعاودوا الجمع العام، واخا نعاودوا نديو لمدينه الرباط او لاي مدينه او اي مكان اخر، فكيظهر لي بانه نفس الاغلبيه ونفس هاد الوجوه الشابه، هاد الرؤساء هادو هما اللي غادي يقروا، لان العهد ديال الابتزازات وديال التحكم وديال هذا قد ولا. اليوم عندنا هدف واحد، وهو ان نرفعوا من القيمه ديال المستوى ديال ممارسه العاب القوى بجهه الدار البيضاء بهذه الكفاءات وبالتعاون ديال المجالس المنتخبه وديال السلطات المحليه. هو السؤال اللي كيطرح لنا، السؤال الثاني هو التحديات ديال العصبه. كنعرفوا بان مجموعه ديال رؤساء الانديه اللي كيكونوا 12 عام 17 عام 20 عام فهو رئيس نادي ولا رئيس عصبه ولا شي حاجه. بغينا التحديات ديالكم انت كعصبه، رئيس عصبه ديال الدار البيضاء، مجموعه ديال الانديه ديال العصبه اللي داروا فيكم الثقه، مع مجموعه ديال الاشياء اللي عندك انت والاختصاصات والانشغالات ديالك. كيفاش كتشوف المستقبل ديال العصبه والتحديات اللي كتواجهوها مع الانديه؟ وثيق بيا، انا ملي كنقول لك عندنا انديه اليوم اللي حضرات عندهم ابطال اللي شاركوا في بطوله افريقيه في ملتقيات دوليه، اذا بامكانيات قليله وضئيله، وبملعب ما عندناش ملعب قار لممارسه العاب القوى، لان جميع جهات المملكه كاين بعض العصب الجهوي كتوفر على 3 4 ديال الحلبات. اليوم حنا كنلقاو الاشكال الكبير هو ديال الحلبه. فكيظهر لي بانه التحدي الاول هو ايجاد البنيه التحتيه. عندنا بعض الملاعب اللي فيها المدار ديال 400 متر، ولكن خصها شويه ديال العمل وداك الشيء هذا. فكيظهر لي الشريك الاول هي المجالس المنتخبه، وباش ناهلوا هذه الانديه ديالنا ونقدموا لهم الدعم، فالعصبه كتلتزم بانها دير التكوين، لانه خص التكوين المستمر خاصه للمدربين وكذلك الحكام. وكذلك لما لا اننا يكون عندنا طموح كبير نديروا مدرسه جهويه اللي تكون عندها استقلاليه ديالها، ندعموا المدربين ديالنا وندعموا الاطر التقنيه، لانه التحفيز اليوم الجامعه كتحفز الانديه ديك التسعين الاولى، فلما لا حنا نحفزوا الانديه ديالنا ديال الدار البيضاء، لانه في الاخير تيكون الهدف واحد لا للجامعه ولا ديال العصبه، وهو انه البطل. لان واحد الوقت كانت تجربه، كان تحدي ديال مدينه الدار البيضاء انك تعطي البطل من النادي اللي كيفرض الوجود ديالو في داخل النخبه الوطنيه. فكيظهر لي خصنا نرجعوا لهذه المكانه ديال الدار البيضاء، وهذا الشيء راه ما يجيش غير من طرف العصبه ولا هذا، فحتى الانخراط ديال الانديه وديال السلطات المحليه والمجالس المنتخبه وكذلك الجامعه. ملي كنقولوا الجامعه الملكيه المغربيه كنقولوا العصبه ديال الدار البيضاء الكبرى. كيفاش شنو هي المخططات ديالكم نتوما باش ترجعوا الالعاب القوى للزمن الجميل ديالها؟ بعين حروده كان فيها معزز، كان فيها خطابي، كان فيها حطاب، كان فيها دابا فيها عبيد، كاين مجموعه الانديه. كيفاش شنو هي الوصفه ديالكم باش ترجعوا للتوهج الالعاب القوى وانت في عين حروده؟ وعين حروده راه منطقه العطاء، عطات ابطال. ما نساوش المنطقه ديال اهل الغلام. النواصر اليوم عندنا رئيس جديد تا هو انه دار نادي تماك في النواصر، وغادي يكون الصدى. لان انا اللي تنستغرب
الانسان الا عيا ما فيها باس انه يدوز لو تيموان، تنقولوا الشاهد، لو تيموان يدوزوا لواحد اخر ونوضوا نشتغلوا. الضرب على الاطلال ونقولوا انا كنت تندير وكنت ندير، انتهى هذا الزمن. اليوم كاين الكرونو والمترو، كاين الانجاز، كاين اليوم الانديه محتاجه غير لواحد ان كود بوس، وهو كما قلنا التكوين وشويه ديال الامكانيات. كنفتقدوا الحذاء ديال الرياضه، لي بوينت، كنفتقدوا شي حوايج، التطبيب، التامين، كنفتقدوا. لما لا نبداو نديروا تربصات للعدائين المتميزين ديال الدار البيضاء؟ فكيظهر لي بانه الميساج غنوصلوا للجامعه، وثق بها بانه ملي غنقول للجامعه حتى الجامعه غتنخرط معنا، لان الجامعه لما لا انا كتخف عليها واحد الضغط انها تكون واحد المنطقه بغات تشتغل واحد الحياد، وبغات تشتغل بواحد الميزه ديال انها تكون. لان حنا شنو الهدف ديالنا؟ هو بغينا الاشعاع ديال مدينه الدار البيضاء في المحافل الدوليه. كلمه اخيره بخصوص العاب القوى، عندك ميساج لما تبغي توصله؟ وفي العقل ميساج عطاو لي الاخوان اللي حضروا اليوم، كلفوني بهذه المهمه، هي المهمه صعبه. لماذا؟ لانه بغض النظر على الموارد الماليه، فكاين ذاك تاهيل النادي. اليوم خص النادي تاهل الكاتب العام ديالو، تاهل المدير التقني ديالو، تاهل امين المال ديالو، وتاهل النادي بكل المكونات ديالو. وهذا عمل شاق، لان هذا كان طلب ديالي للجامعه هذه واحد 3 سنين. فكيظهر لي الى اهلنا النادي فحتى الجامعه غنخفوا على ذاك الضغط. فثقوا بيا بانه انا متفائل لمدينه الدار البيضاء بهذه الوجوه الشابه، وغادي يكون ان شاء الله الكلمه، ربما نتلاقاو في الجمعه المقبل ان شاء الله ونعطيك الحصيله، غتكون حصيله جد ايجابيه. وشكرا ان شاء الله. شكرا حسن سنين.